هذا المكان سبب لي إدمان. وكالة لبنانية داخلة بقوة للعراق، فحبيت أجرب أكلاتهم. بديت بسلطة السيزر، طريقة تقديمها كلش رهيبة وكان الطعم صدمة، الصلصة طيبة والمكونات فريش، أنا عجبتني وكلش حبيتها. واللي يحب السبايسي ضروري يجرب السبايسي تندر، هذا جربته وكلش عجبني، طعمه حار وحامض فتشي روعة. واللي مخليه كلش طيب هو الدجاج الفريش المستخدمين. وهاي النمنميات مالتهم عبارة عن خبز مقرمش عليه طبقة من الثوم والجبن، تعتبر وجبة خفيفة بس كلش طيبة. طبعا عندهم هواي أنواع للبرجر، بس أنا جذبني اسم هاي اللفة، اسمها كينج كونج برجر، بيها 180 غرام لحم عراقي صافي وبصل مكرمل، والحلو مستخدمين صمون البطاطا. طعم اللحم كان واضح والصمونة هشة والطعم راح يونسكم. من بعدها جربت وجبة الكنتاكي، طبعا يشتغلوها من الصفر بقسم التجهيز مالتهم، بحيث التتبيلة واصلة للعظم والدجاج ذبح ويجيهم كل يوم بيومه. كل هاي الأشياء مخلية الكنتاكي عندهم رقم واحد، وهذا واحد من أطيب أطباق الريزو اللي جربتها.